بتضحك ليه يا ابني؟ بتضحك، انا بقول لك عايز تقولها والله صح. سهله يا ابني. تحب اقول لك كان قال الشعر ده فين؟ قول له فين؟ تحت الشجر على النيلة صح؟ عشان الشمس مثلا بتبقى سخنه فهو بيلف حواليها بسرعه عشان عشان ما يتلسعش. كده اقول له ايرلندا طيب طالما انت عارف. والله العظيم قلت انت اصلا بتوقعنا في بعض ليه طب قلت لي يعني غلط طيب؟ يعني في كده انا عامل شبه فرعون في كباريه. بتاعت عادل امام فيلم حاجه أيوة. جوبها اسمه ايه بقى يا بيبو؟ باولا صاحبي بيقول لك قلت كده؟ منتج يا باولو. قول له اسم المونتير ده. ابوس ايدك، كفايه اسئله شعر. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج طصه وشبر. طصه يعني ايه يا تنين؟ النقطه بنقطتين يا صاحبي، الجون بجونين. يعني لو جاوبت اجابه صحيحه بتاخد نقطتين. نقطتين. شبر يعني ايه يا تنين؟ لو مثلا جاوبت اجابه قريبه بتاخد بوينت اللي هي نقطه. ده في حاله ان ايه الثلاث لعيبه جاوبوا اجابات غلط، بناخد اقرب واحد للاجابه بياخد نقطه، حصل، وابعد واحد بيتماينس. الله عليك، واللي في النص بيفضل زي ما هو ثابت زي ما هو. هو زي ما هو. الله عليك يا تنين. نبدا حلقتنا. جاهزين؟ انا شايف تديله بوينت على التقديمه وان هو مذاكر. بصراحه انا شايف ان هو كل آه. مره بيقدم دي يعني مصيبه سودا. انتوا عارفين ان هو كده هيبدا اول حلقه بموجب. يعني عشان ما تبقى زي الدنيا يعني. أيوة. فاهم؟ ايوه هتبقى هنا والدنيا صح والله. صح. الدنيا ملطشه معايا يا عمو، الدنيا ملطشه معايا يا برنس. خد خلاص. التنين هيبدا الحلقه بنقطه. يا خدمة اعمل معاك واجب اهو. ليه معاك؟ حبيبي يا استاذ عمرو. طب وانا استاذ بيبو برضه نار الدنيا. بس ده معناه ان انت مش هتجاوب على السؤال الاول يعني. يا باشا انا واخواتي واحد، هم جاوبوا اكيد ان انا جاوبت. تحب نبدا السؤال ده لمين؟ ابدا باستاذ عمرو. ماشي، نبدا بالامير. السؤال ليك يا امير. السؤال بيقول ايه هي عاصمه دوله الجزائر؟ الجزائر. شفت بقى ان هو خدعك وخلاك تاخد نقطه. انا واحد يا صاحبي. الله ينور يا استاذ عمرو، والله بحييك على الاجابه الصحيحه دي. عقبالك يا استاذ بيبو. مش حاسس ان انا جبتها. حاسس ان انا جبتها. يا زلمه. السؤال اللي جاي لبيبو في التاريخ. متى تم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه افضل الصلاه والسلام. سنه كام بعد ميلاديه؟ المؤمن الغي السؤال ده. ليه كده عشان انا مش عارفه وما ينفعش اعرف ميلاد ما ينفعش تعرفوا ليه؟ لا مش ما ايه الغلط عليك مش قصدي كده، انا مش الناس دي عارفاه. انا مش قصدي. ثواني. انت عارفه؟ يعني طب عارفه يبقى انا ما اعرفوش فما تسالنيش السؤال. انا كنت المفروض حاجه زي انا قصدي يعني المفروض حاجه زي كده، المفروض ان انا اعرفها. هي مش حرام يعني. وممكن اكون عارفها بس انا مش متذكر. احنا بقى بنسال السؤال ده عشان تذكرني يعني، عشان اللي مش بالظبط، عارف وعشان اللي مش عارف ورا الشاشه برضه. تسال عمرو وبعد كده تسال بيبو، وهتلاقي واحد من الاثنين عارف. احنا هنسال بيبو الاول. ماشي صح. وبعد كده انت، وبعد كده عمرو. بلاش انا. خلاص جاوب اي حاجه. استنى طب سيبها تعدي من على بيبو. طب ما يمكن ماشي. تخلص. ليه بنتكلم فيها من دلوقتي؟ ماشي. سنه كام ميلاديا يا بيبو؟ ماشي. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل. جدع. وهو عمرها صاحبي انا كده جمعت. عام الفيل العام دوت ان الفيل كان راح يدم فيه الكعبه، فربنا امر الفيل ان هو ايه يا جدعان ما فيهاش ضحك دي. ما انتوا كده هتحولونا، انا بتكلم بكلام صحيح. ساك صح ولا لا؟ هيحولونا كده يا استاذ مؤمن. كمل طيب يا تنين. انا بتكلم في الصح ولا لا؟ كمل طيب. صح اهو صح بقى، يبقى ما فيهاش ضحك. والله انا ضحكت يا اخي. امال انت بتعمل ايه دلوقتي؟ ضحكت على ضحكته. انت خلاص يا تنين. قام راح ربنا صاحبي باع الطير. باع الطير على ابرهه والجيش بتاعه، اما نزل عليهم سوره الفيل. حجارات صلى عليه طير الابابيل كان يرجع حجارات السجيل فجعلهم كعصف مأكول. هو الرسول اتولد في العام ده والله. لا بجد والله يا عاش. حلو والله. صح كده. كل بس المعلومات. انا مش متذكر، انا الذاكره عندي ضعيفه والله ما بهزر. انت كده تذكرت عام كام ميلاديا ده بقى؟ انا بقول لك انا مش مجمع، فانا قلت لك يعني انت لو جاوبت مثلا على العام انا ممكن اقول لك. هو بيبو دلوقتي هيدينا الرقم الاول. كمل يا استاذ بيبو. ماشي. 500 ايوه 56 556 ميلاديه.
التنين إجابتك ما اعرفش. خالص ماشي. الأمير إجابتك 555. وهو قال 500 كام؟ 56. 56. الإجابة الصحيحة إن الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم. اتولد سنة 570 ميلادية. ماشي يعني انا النقطة هتروح لبيبو. تمام. محتاج ينقص نقطتين على اللي هو قاله ده. لا 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 على فكرة لا عادي. لا هو على قال فكرة أنا قلت كلام صح على فكرة والله. والله العظيم لو والله مش هرقصه صح والله صح. فكده الأمير 2 بيبو 1 التنين 1. صار الجدل دي خد بالك لما بينا صفر. بس يا عم بعدين. السؤال اللي جاي ماشي. لبيبو وبعدين التنين وبعدين عمرو. السؤال علوم. السؤال بيقول ايه هي اقوى حاسة عند الانسان يا بيبو؟ 1 hour later. يعني اعتقد حاسة اللمس. حاسة اللمس. التنين اجابتك صاحبي اقوى حاسه من ناحيه ايه؟ انا عايز اعرف برضه. اقوى حاسة من الحواس. تعرف الحواس بتاعت الانسان كم حاسة؟ إيه السمع اللي بتيجي تشم الله ينور عليك. ايه هي بقى اقوى حاسة من دول عند الانسان؟ انت اقوى حاسة عندك ايه؟ ما انا برضو حاسه السمع. هي فعلا اقوى حاسة عندك يا تنين. اجابة صحيحة. حبيبي يا استاذ مؤمن. بس ما اعتقدتهاش كده يعني. لا هي ما هي بتجيب من مساحه. يعني ممكن مثلا حد يكون اضعف حصان مثلا كده، بس اللمس انت بتحس بكل حاجة. ممكن واحد برضو يكون مشلول ما يحسش بس. طب ما بالظبط، ما هي مش كده. هي الحاسة ذات نفسها مقارنة بباقي الحواس بقوة باقي الحواس. بالظبط. فكده الأمير 2 بيبو 1 التنين 3. السؤال اللي جاي لبيبو سؤال شعر. من الشاعر الذي قال على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم؟ احمد شوقي. انا ما اعرفش. أحمد شوقي. الأمير إجابتك انت قلت هيروح للتنين الاول تاني. لا 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 يجي لك أنت. حافظ ابراهيم. حافظ إبراهيم. حافظ إبراهيم. سلاسل. التنين إجابتك يلا عندك واحد اهو ما قلناهوش. في واحد هو رماه من متنبي. الله عليك. إجابة صحيحة. والله صح. سهله يا ابني. تحب اقول لك كان قال الشعر ده فين؟ قول له فين؟ تحت الشجره. على النيلة صح؟ قال لك على النيلة صح، مش ده شاعر النيل. مش ده شارع. وشكل التنين هيشرق بالحلقة. كام كده طيب؟ كده الأمير 2 وبيبو 1 والتنين 5. 5 فان اللي بنصلي على النبي. انا اتشلوحت النهارده، انا المرض دمرني. اللي هي التنينة صح. السؤال اللي جاي رأفة بيه للأسف رايح لبيبو، والسؤال في الرياض، وطبعا احنا عارفين النتيجة. تحبوا نقول السؤال ولا نحسمها؟ يا عالم. نقول السؤال. المفروض كان يجي لي السؤال ده. لا انت 2 يا أمير، هو ماشي 1. صح. السؤال بيقول مين المنتخب اللي فاز بكأس العالم 2002؟ سهلة. سهل. البرازيل 2-0 على المانيا. على مين؟ المانيا. مين اللي جاب الاجوان؟ رونالدو البرازيلي جونين. ومين؟ رونالدو البرازيلي جونين. جونين. هو اللي جاب جونين. رونالدو ده ليه الاسطوره. ايوه صح، ما انت سالته قبل كده مين الهداف في 2002. ايوه قال بيليه. لك رونالدو البرازيلي حصل. قال لك انا قلت له كريستيانو رونالدو. انا قلت له حاجه زي ما هو راح قال رونالدو، بس كريستيانو رونالدو ساعتها ما كانش يعرف. البرازيل إجابة صحيحة. كده بيبو 3 التنين 5 الأمير 2. السؤال اللي جاي جغرافيا ورايح للأمير. السؤال بيقول إيه هي عاصمة إيران؟ ايران. امم عارف الله. 10 ثواني يا أمير. ايران.
عاصمة إيران هي إيران. نروح لبيبو. طهران. يا ربي يا طهران. ربي يا ربي يا ربي للأسف يا تنين مش هنلحق نوصل لك عشان إجابة صحيحة. يا ربي. عاش كده بيبو يتعادل والله مع بيجيله تنين زهايمر بخمس نقاط فظيع. لكل منهما، والأمير 2. السؤال اللي جاي للأمير. غزوة أحد كانت سنة كام؟ 3 هجرين. 3 هجريا. إجابة صحيحة. كده الأمير 4. مش محتاج، مش محتاج. أنا جاي لكم. السؤال اللي جاي برضو للأمير. سبقتكم. إيه هو الكوكب اللي عنده أكبر عدد من الأقمار؟ أكبر عدد من الأقمار. المريخ. المريخ. اللي بعده انهي واحد؟ بيبو. إجابتك. مش عارف. ممكن يعني كوكب الارض. كوكب الأرض. صح، احنا عندنا قمر واحد يا زلمة. ماشي بس لا صاحبي، يعني مش انت والتنين يا مع صاحبي كامل هو القمر التاني. صح. نور الدنيا تنين. حبيبي بس. إجابتك بقى يا تنين. كوكب زحل. حد قالها لك؟ لا والله. بالله عليك ما غشيتها. والله ما بس. ازاي؟ لا 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 لا. ازاي يا عايز أقول جدعان؟ بعد المريخ. يعني وبعدين بتقولها بهدوء كده مش حاسس. الثقة صاحبي، الثقة. انت لو تاخد بالك، انت الاسئله اللي انت بتسالني بجاوبها لك على طول، واللي مش عارفه بقول لك مش عارف. فالراجل ده جاي معاك في الدور يعني، من الآخر يعني. كده الحمد لله. التنين يبقى 7 نقاط. لا مؤاخذه يا جدعان. السؤال اللي جاي للأمير. سؤال في الشعر. تحتك ده يعني. قلب الأمير. مين الشاعر صاحب البيت اللي بيقول وما نيل المطالب بالتمني اقسم بالله السؤال ده جه وانا ناسي. ولكن تؤخذ الدنيا غلال؟ جلال. قول لي مين بقى. بقى؟ عارف البيت ومش عارف صح. دي حقيقة. حد يعرف سعادة البيت يا جماعة؟ A few moments later. نقول حافظ إبراهيم. نقول ما عندناش حافظ غيره. إبراهيم. نروح لبيبو. إجابتك. احمد شوقي. أحمد شوقي. مش هنروح للتنين لأن إجابة والله بيبو والله انا كنت هقولها. ما انت كده كنت هتقولها، دي معروفة. يعني انت كده إجابة كنت صحيحة. هتقولها. يا باشا لا، ما هو معاه المتنبي برضه، خلي بالك. لا ماك بس. هو بيرميها يا المتنبي بس ده يا حديث أحمد يعني، شوقي. مش بيبو يبقى 7 نقاط هو تصدق والتنين. الاستراتيجي اللي هو ماشي بيها حلو. او اللي هو والأمير يعني 4. فاهم، يعني حصر لو نفسه في اختيارين بس. احمد شوقي المتنبي. بس أحمد كده شوقي بروح من المتنبي. هنا واجي هنا ده فاهم امره القيس برضه. يعني فاهم انا كل فين حاسس هو انها قديمه، فاهم؟ خالص. السؤال ده مراجعة، يعني سألناه قبل كده. او النتيجه كام بس؟ النتيجة 7 بيبو، 7 التنين، 4 الأمير. السؤال ده هيروح للأمير وبعد كده التنين وبعد كده بيبو. السؤال في الرياضة مراجعة، قلنا قبل كده بيبو جاوب. أكيد يعني بيبو إيه؟ جاوب. السؤال بيقول مين اللاعب اللي فاز بالكرة الذهبية لعام 2018 لوكا مودريتش. يا أمير؟ لوكا مودريتش. طب ما كنت غيرت السنه. بيتعلم من أخطائه، ما احنا لازم نشوف الناس دي بتذاكر ولا مش بتذاكر يا بيبي. كده الأمير يبقى 6 نقاط. السؤال اللي جاي هيبقى للأمير برضو في الجغرافيا، بقى خلاص بقى، والأمير واثق من إجابة السؤال اللي جاي. ده كده. السؤال بيقول إيه هي عاصمة دولة باكستان؟ والله ممكن اودي السؤال ده للتنين، يعني ممكن اضعفه واديه للتنين. فاهم؟ باكستان. باكستان. جماعة اللي هيجاوب السؤال ده هياخد 5 نقط. ما تشغل دماغك بقى تنين، مالك؟ 5 نقط يا صاحبي. هو ماله ريح ليه كده؟ مش عارف. او باكستان دلوقتي بيستكشف الوضع هناك. خلي بالك، هو امال ايه كل شويه في باكستان باكستان؟ ولا انت كنت بتشتغلنا في النيل؟ كنت بتشتغلني صح؟ اجاوب صاحبي بنجلاديش. مش اجابتك
لسه دورك ما جاش. انا بس بقول لك يعني انا مش اجابتي. الامير اديني اجابتك. ما مش عارف الصراحة، يعني ممكن باكستان. مش عارف الصراحة. مش عارف. ما عندكش اي اجابه مقترحه؟ نرمي أي أرابيست مثلا. ارابيسك. أرابيست. بيبو اجابتك. ارابيسكي ايه؟ ماشي، قول له بنجلاديش بقى. باركيه يا عم، انا علق عليك بقى. يلا بيبو. اسلام اباد. صح ولا؟ بشبه على الحته ده. حلو حلو صح؟ حلو. صح. الاجابه صحيحه. لا لا، حلوه حلوه. حبيبي يا باركي، انزل بالأرضيات بقى. انزل بالأرضيات. شطه بالشقه خد. مش انا عايز احفظ لو سمحت. بيبو هياخد الخمس نقط، هيبقى 12. عاجبك كده تنو؟ اعمل ايه طيب يا امير؟ التنين أنا 7 خسران. والامير 6. ركبت الباركيه غلط ولا؟ لا هو هيرجعه بقى خلاص. واحده واحده يا عم. واحده واحده. السؤال اللي جاي للامير. السؤال بيقول غزوه الخندق كانت سنه كام؟ 5 هجرية. 5 هجريا اجابه صحيحه. كده الامير 8، بيبو 12، التنين 7. ايه شرخت 12 انت على طول ما. لقيته بيديني سؤال بخمس درجات يا عم. السؤال اللي جاي للتنين محتاج تشغيل جمجمة. موجود؟ ان شاء الله صح. إن شاء الله. إيه هو أسرع كوكب في الدوران حول الشمس؟ اعترض. بالله عليك قول لي حسبتها إزاي؟ عيب عليك. إزاي طيب؟ ايوه انا الحاجات يعني دي فاكرها. عايزين نعرف اشمعنى طيب. هو اعترض صعب عشان ليه؟ هو اقرب حاجه للشمس. ايه اللي بيحصل طب عشان هو اقرب حاجه؟ دي اجابه دي. لا. أنا ما هي ايه صح السبب؟ بس اشرح. عشان الشمس مثلا بتبقى سخنه فهو بيلف حواليها بسرعه عشان عشان ما يتلسعش. امال ايه طيب؟ انا قلت لك اعترض وقلت لك عشان هو اقرب واحد للشمس. هو بيلف حوالين طاسه الفلافل. المشكلة إن العلماء لو كانوا سمعوا التفسير بتاعه على فكرة كانوا خدوه. كان في واحد كانوا خدوه فعلا. عيب عليك يا استاذ مؤمن. الحمد لله، الثقه في الله هناخد الجوله دي ان شاء الله. سامحوني بقى اخواتي، لكن هنا النظام هنا ما فيش رحمه معايا. كده التنين يبقى 9. السؤال اللي جاي للأمير. السؤال في الشعر. مين الشاعر الملقب بشاعر الفخر؟ شاعر الفخر. ومن عندي هديك بيت ليه. ماشي. الشاعر ده قال ألا هبي بصحنك فاصبحين. الا هبي بصحبك. وكان يقصد هنا الخمر. ألا هبي بصحنك فاصبحين ولا تبكي خمور الأندرين. امرؤ القيس. هتزعلوا قوي لما تعرفوا اسمه. ماشي. شايبوه. التنين إجابتك عشان انت كان لسه عنتر بن شداد صح. عنترة بن شداد. بيبو إجابتك وخلي بالك الشاعر ده كان شكله مش شعر اللي هم ما دام في خمر والكلام دوت. شعر الشاعر الفطاحل اه وبيحب كان الفخر. الشاعر بقول. الفاجر. يعني من عيلة تقيلة. هتلاقي صاحب مزاج الشاعر ده. حصل. اديني إجابتك يا بيبو يلا. ما خلاص واحد قال عن المتنبي بقى. المتنبي. لا أنت أبعد الشاعر واحد ده عن قبل الإجابة يا بيبو. المتنبي. الشعر ده من العصر الجاهلي، العصر القديم. طيب انت قول لي ليه انت اخترت امرؤ القيس. اه. قول لي ليه وانت تقول لي ليه اخترت. ما انا اقول لك ليه، عشان هو الشعر انت بتقول لي خمر وحاجات قديمه فاكيد عنترة خمر برضه وحاجات قديمه، ايه مفيش خمر دلوقتي يعني ولا ايه؟ لا انا هو قول كده الشعر ده انا اسمه الا هبي بصحنك. هوبي ديت يا صاحبي. حوار هوبي دي. مالها؟ هوبي دي كلمه قديمه. لا عادي انا بس اخترت عنترة عشان كده. انا مش شعر. عارف الشعر بس انا ايه نظام بقرب المسافه. بس حلو. عادي في صح الفاظ والله. بص بيستخدموها. يا صاحبي اقنعتك صح. انا يعني لحد يعني دلوقتي محدش شغال. هيقول اهوبي دلوقتي يعني لو انا يعني بس عادي في مصطلحات في الشعر بيكتبوا بيها عادي. لا انا قلت برضو ايه، قلت اجابه قريبه. انت بقى قول لنا حضرتك قلت اللي انت قلته دوت ليه. مش انت اللي تقول لي كده. ما هو استاذ مؤمن، ما هو استاذ مؤمن قال لي قول وبعد كده انت برضه هتقول بعد. خلصته. قول لي اجابتك بقى انت. مش عارف والله، هو كان متوحد تقريبا وكان خمرجي، يعني ده اللي انا فاكره. كان بتاع نسوان كمان تقريبا، فعادي تطلع منه يعني.
تطلع منه ومعاه حق. اجابه نموذجيه. بصراحه هو منطقي، فهو الاقرب، فهو هياخد نقطه وبيبو هياخد سالب نقطه. الاجابه اسمه عمرو ابن كلثوم. عمرو انت وعمرو، ما تقول نفسك عمرو بقى، عمرو بقى حاجه تزعل والله. حوار كبير يعني. مش شوف وجع. قريب مننا ومش عارفين نجاوب. مم. هي دي لخفه اليد، اسمها ايه؟ ايه خفه اليد. كده النتيجه الامير 9 والتنين 9 وبيبو 11. السؤال اللي جاي بس حلو، الدرجات عاليه يعني في الحلقه دي. انت واخد سؤال ب5 نقط يا باشا. يا باشا الاسئله كده سهله يا جماعه، كده الاسئله سهله، وخلينا نكون صريحين ومتفقين ان الاسئله سهله. السؤال اللي جاي هيروح للامير وبعد كده التنين وبعد كده بيبو. سؤال في الرياضه، مش هوصل. وانجزوا نفسكم عشان في واحد هيجاوب في الاخر هيخلص الدنيا. السؤال بيقول مين هداف كاس العالم سنه 2006؟ 2006 اسمه صعب انا مش عارف اقراه. اصلا. طب ممكن تسهل لنا، تدينا الجنسيه طيب بعد اذن استاذ والله بيبو طبعا. هو ممكن بيبو اللي يقول لكم لان المعلومه دي مش عندي. عارف اخلص انت مش قول عارفه بدل ما ولا ايه؟ انت فاهم. الماني. الماني معرفش، الله اعلم. ومش عارف تنطق اسمه. يا عم انت مالك يا عم، انا راجل ما بعرفش أقرأ. هو ده صايع، خلي بالك، هو بيقول لك كده نظام تمويه. هو هتلاقي اللاعب سهل في الاخر. انت شايف كده يعني؟ اه ماني وانت مش عارف تنطق اسمه. ما هو اكيد مش عارف ينطق اسمه. يلا اديني اجابته. سبستيان شايجر ده. ايه سبيستون بقى اللي هو قالها دي؟ مش انت كنت سيباستيان كارتون شفاينشتايجر. نتورك والكلام هو ده. ده هو قصده- سبستيان قصده على ده. شفاينشتايجر. التنين اجابتك توماس مولر. توماس مولر. مش عارف يقرا ليه يا اسطى، يعني ايه. ما انا قلت هو بيعمل تمويه فانا رايح رميها له كده. السهل الممتنع. ماشي. روبن. روبن. بيبو اجابتك جاوب يا بلحوق. استنى احاول اديها جسايه غير خميس رودريجيز. خميسو مين يا اسطى؟ ما كانش جاي امال مين؟ واحد كده من ابيس اللي في المانيا. انت كده بتهق بقى على بيس الاولى. انت فاهم؟ خلي بالك انا انت يزعلوا بتزعل. قسما بالله ما هتنزل من الاولى طب بقول لك اساسا. ايه، نص الجمهور ده من ابيه. طب أنا بقول لك. انتوا احسن ولا المانيا احسن طيب؟ يا صح. انتوا ابيس الاولى ولا المانيا احسن؟ انا ما اعرفش، انا ما رحتش المانيا عشان اقارن لك ده بده. والله انت لو تقول لي مثلا ابيس راجل- الاولى ولا ابيس الثانيه كده اقول لك. لكن ما انت ما تخلينيش اقارن حاجه بحاجه. طب الاولى أنا ولا الثاني؟ ايه ده لسه اسال ده. يا باشا، انت ما توقعناش في غلط. دي نكتب اخواتنا واحنا برضو انت فاهم، دينا برضو اخواتنا في الثانيه. ابيسات ايد واحده ايوه اتنين. صاحبي 10 ابيسات كلهم من طب واحد. ابيسات ولا المتراس طيب؟ لينا برضو اخواتنا في المتراس برضو بس يعني. بس ايه؟ يا صاحبي دي حاجه ودي حاجه. المتراس دي دايره وابيس دايره. ركز يا تنين عشان انت بتروح تنتخب فين بقى؟ انا بنتخب في الرمل في ابيس عندنا. ايوه ما انا تبع دايره الرمل. بيحاولوا يوقعوك، خلي بالك وبيخسروك نص شعبيتك. ما انا بقول لك انا دلوقتي تبع دايره الرمل، فلما باجي بنتخب في الرمل على حسب انت اما بتيجي تنتخب بتنتخب منين فين؟ انت لو انت لو دايره محرم بيه مثلا هتروح تنتخب فين؟ دايرتك فين؟ محرم بيه. حرام بيه. هتنتخب في محرم بيه. صح، انت انا صح. برضو دايرتي في الرمل خلاص يا فبنتخب في تنين الرمل. خلصنا. انا برضو ما انت فاهم. ماشي يا استاذ امير انت ماشي. شباب اسمه ايه بقى يا بيبو؟ باولا صاحبي. بيقول لك كده. منتج يا باولو. اسم المونتير ده. قول لي ميروسلاف كلوز. حق. طب بجد انت ما تعرفش كلوزة؟ ما اعرفوش يا عم، انا حر، انا جاهل في الرياضه. يعني كلوزه ما تعرفش كلوزه؟ ولا كلوزه ولا بيجامه ولا حد خالص والله. ماشي يا استاذ بيبو دخلت يبقى يعني على 13. زي توني كروس ولويز. هي حاجه السؤال اللي جاي حاسس ان انا سمعت حاجه زي كده. لا ده تراك. السؤال اللي جاي هيروح للامير وبعدين التنين وبعدين بيبو. مش هوصل لهم كده. السؤال اللي جاي جغرافيا. الامير هيجاوب. انا واثق ثقه عمياء ان الامير هيجاوب. يا عم ولا واحد هيجيب فيكم لك هيجاوب. عاصمة فاهم؟ ليه؟ ايه هي عاصمه دوله كينيا؟ طب اتفضل يعني.
يا باشا افارقه يا باشا، اخواتنا برضو، مش اخواتنا دول ولا تنين؟ ايوه صح. تبع بيس الاولى ولا؟ انتوا بتقوا على ابيس الاولى، ما انت من ابيس برضه يا عم. بلد اتشرف بيها، اتشرف بكل راجل فيها. محترم. آه، اجابتك بقى امير، يلا يا عم نقول كينيا يا عم، نقول كينيا. التنين نقول ايه؟ قول البيت الابيض. انا لو عاصمة منك كينيا. اقول البيت اه الابيض. عاصمة كينيا مش عارف اديني اجابه طيب. قول البيت الابيض. اديني اجابه يلا. كينيا، ما مش عارف انا اجابة. قلت برضو كينيا. ماشي عديها ماشي. قول جيبوا البيت اجابتك. نيروبي. وتحياتي من هنا للاسطوره فيكتور وانياما، عشان كنت مين بحب فيكتور مين؟ فيكتور وانياما لاعب توتنهام. هيعرفك هو كده. هيشوفك يعني. يا عم الراجل عادي بيدحرج التماثيل الناس. طيب عادي مش انت صعب، زي ما بتمسي انت على اخواتك؟ بتمسي على اخواتك وبتعمل المناطق التانية. الراجل حقه برضه. المهم يا جماعه ان نيروبي اجابه صحيحه، فكده كويس بيبو والله. شرخ ب 15 نقطه. بالله عليك دي اسئله سهله، دي اسئله سهله. يعني انت قلت ما فيش حد هيجاوب. ما ينفعش يا استاذ مؤمن تتكلم معاه، هيمينصك. بسألك بس والله بسأل، شايف اقسم ان هو بيعترض الصراحه، يعني ما لهاش اي لزوم. والله. ربنا انت معاك. خلاص انت جاوبت والراجل كتب لك النقط، ملوش لازمه الكلام عشان نشوف السؤال اللي بعده. ايوه انت بتتكلم كتير ليه؟ صح حبيبي، ايوه. بسمع صوتك كتير في الحلقه، والله ما انت عامل صداع خلي بالك. الحلقه دي ده انا ايوه ساكت جدع. والله. لا نيروبي دي ايوه هو حرام القلم تتمسك عليها. الاحمر يشتغل اهو. انا هشيل لك نقطه واحده بس يلا، عشان برضو رفقا بزورك ان انت النهارده زورك وقت. بس انا نيروبي دي نيروبي دي ايه؟ انا عامل شبه فرعون في كباريه. شفت فيلم كباريه؟ مش حلو. بيتقوح تاني. لا 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 بيتقوح حلوه دي، تاني. حلوه دي عادي، ده كويس، هو فعلا عامل زي فرعون في كباريه. عايزين برضه يا استاذ مؤمن ننجزوا الحلقه دي عشان عندنا اكل عيش الصبح. ماشي. في مام. السؤال اللي جاي هيروح للامير وبعد كده التنين وبعد كده بيبو. السؤال بيقول: في اي سنه تم فتح بيت المقدس في اي سنه؟ على يد عمر بن الخطاب؟ طب حلو ده. نقول 43 هجريه. هجريا. التنين اجابتك؟ اديله اجابه يا تنين. ثواني. معاك 5 ثواني. 39. انت قلت كام يا أمير؟ 43. 43. بيبو اجابتك؟ 15. 15. الإجابة الصحيحة 16 هجرية، فبيبو هياخد نقطة ويرجع تاني ل 15. حلو. السؤال اللي جاي ان علوم، شاء الله انت هتجاوب اللي جاي. هيروح للتنين. ايه اسم الطبقة اللي بتحمي الأرض من الأشعة الفوق بنفسجية؟ طبقة ايه؟ الاذون بتاعت عادل امام. فيلم حركه هاي. جوبها. والله هي اما البنت كانت قاعده معاها قالت له الاذون اتخرم ومش كانت شغلانه كبيره في الفيلم. لا والله وربنا. أنا واخد بالي إن أنت بتجاوب إجاباتك من الأفلام ما انا بقول لك انا الحاجات دي. وبيبو بيجيبها من الكورة. أنت إيه ما اسمه؟ بجيبهاش خالص، ما بتجيش معايا. انا جبت نيروبي من لا كاسا دي بابيل. لا بس برضه يا زموم الاجابه انا عارفها من مسلسل. قبل الفيلم، بس انا بقول لك برضه ان عادل امام ايه ذكر طبقه الاذون دي قبل كده. ماشي. الوليه اللي ذكرتها امال لا ايه ده الاذون اتخرم وكانت شغلانه. ما علينا برضه عشان انا مش عايز اكتر معاك في الكلام عشان نشوفوا ايه اخواتنا لو جابوا يا باشا حاجة أنت تانية. براحتك يا تنين، حبيبي تعمل بس اللي أنت زموم، عايزه، حبيبي بس زموم، تتكلم براحتك. حبيبي بس ده أنا زموم. ما سمعتش صوتك الحلقة دي، حبيبي أنت بس وحشني والله. والله انت اكتر، انت اخويا. حبيبي حلك بقى من البرنامج والكلام ده، انت هنا يا استاذ مؤمن او هنا، يعني هو مش عارف القلب هنا ولا هنا، هو في حته من دول. في الحتة الشمال، الناحية الشمال. ايوه يا صاحبي بان. انت بتاكل أيوة. باليمين ولا بالشمال؟ انا باكل باليمين يعني. ماشي. السؤال اللي جاي رايح للأمير. السؤال في الشعر. ليه بيحصل معاك كده؟
دايما الكرسي مش بيبقى حلو اللي انا قاعد عليه. السؤال بيقول: أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأن نورد الرايات بيضة ونصدرهن حمرا قد روينا. من الشاعر ابن الحلال اللي قال البيت ده؟ المتنبي. المتنبي. مش هتصدقوا الإجابة. التنين إجابتك؟ ممكن تقول الشعر تاني؟ بص هي اتقالت في معركة شهيرة يعني فاهم، او قبل دخول معركة حاجة شهيرة. أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. قال يعني إيه؟ بص انت تعرف بنغرقها طبعاً فابو هند ده تعرف ده مين بقى؟ لو هو عرفت بيكلم أبو هند. لو أبا تعرف هند. بقى مين ابو هند ده فتعرف مين اللي كان بيكلمه وقتها. القصة كلها يعني. طب الشعر ده اتقال يا صاحبي في زمن الصحابة بتاعت الرسول. أنا ما أعرفش بقى، حسها، شغل دماغك. لا الشعر ده علي بن أبي طالب في معركة، ما بهزرش والله. في معركة قال لي فاهم. ما أنا بسأله في كده يا امرؤ القيس. أنا كنت أقول امرؤ القيس الأول، فما سألتك قلت لي ما علينا، يلا كمل يا بيبي. بيبو إجابتك؟ اعتقد ان هو يعني ممكن يكون عنترة بن شداد. يعني انا كنت اقول عنترة، بس انا افتكرت ان عنترة كان بيحب عبلة مش هند. بس طب ماشي، إجابتك يا بيبو؟ عنترة بن شداد. الله يخرب بيتك يا بيبو، إجابة خاطئة. اكيد يعني. بتمشي ورا التنين؟ لا لا أنا بكلمك أنت، أنا ما غششتوش لك ما ينصني. تخيلوا مين الشاعر اللي قال ده؟ أحمد شوقي. يا رب عندي تشيله يا جدعان. مين يا شيلوه في صاحبي؟ المونتاج. او قعدوا احمد شوقي معانا. عمرو بن كلثوم. والمصحف كنت عايز أقوله، أما أنت قلت مش هتصدقه كنت عايز أقوله. يبقى شبه إيه؟ إن أنت تشوط ضربة الجزاء في حتة وتشوط اللي بعدها في نفس الزاوية. حلو يا أسطى. تمويه. كنت شايطها في النص تعمل زي ابراهيم دياز كده فاهم. فبتضيع دي. ماشي المغاربة اللي بيشوفوا الفيديو ربنا. المهم مش هحسب حاجة اللي لحد. هيشوف الفيديو مين؟ احنا ما يا طلعناش. عم الحمد لله الحمد لله. قدر الله ما شاء فعل. كمل يا زميلي. السؤال هيروح للأمير وبعد كده التنين وبعد كده بيبو. السؤال في الرياضة، والسؤال بيقول: من النادي اللي فاز بالتشامبيونز ليج سنة 2012؟ هو احنا ليه كلنا في 2000 انت عايز 1900 وكذا، هم مش عارفين اصلا 2000 وي. تشيلسي. صح بيبو يصفق، بيبو يهني، بيبو يبارك. إجابة صحيحة تصل. حمادة يلعب. لا الله ينور. كده الأمير 11 والتنين 11 صدق. وبيبو جيب لنا 15. حاجة بالون دور تسعيناتي كده، 900 يعني. 900 عشان تجاوبها انت يعني. ممكن تسكت؟ صعب عادي والله. لو كمل يا محتاج زميلي. هو انت ليه بتعدل عليا وعلى اسئلتي يا بيبو؟ والله ما انا طالع. انا قلت له والله ممكن ما تسكت أنا بس صح. المهم عشان ما بس ينفعش اللي هو بيعمله ده. تزازة. وبيصدعني كل شويه. أيوة. يسالني انت رغالي كده يا عم. بص شكله بيبو. شكله عامل ازاي. انت مستفز. 14 يا بيبو دلوقتي. ماشي 14 يا صاحبي. ميدفيلدر يا صاحبي يسمى. ماشي. تعلموا بقى تبقوا هو- زي بيبو عشان هو هتتماينصوا. كم 11 11 14. السؤال ده هيروح الاول للتنين وبعد كده الامير وبعد كده بيبو. ايه هي عاصمة دولة فنلندا؟ فنلندا بقى عاصمتها ايه؟ فين؟ مين؟ فنلندا. اه ايه عايز تقولها؟ بتضحك ليه يا ابني؟ بتضحك، انا بقول لك عايز تقولها ما قلتش. بس هو الصراحة بص أنا دي إجابة تكون أيرلاند. فأنت بس الدولة إنني خلينا نرتب. سلام على الروح الرياضية. اول مرة اشوف اتنين منافسين بيساعدوا بعض. اديني اجابتك بقى يا تنين، انا خلصت خلاص. انا بص يا مستنيك. صاحبي، اجابتي ايرلندا يا ايسلندا، هي حاجه من دول.
الامير اللي قال لك الاجابه دي؟ هو قال لي ايرلندا بس انا كنت عايز اقول ايسلندا فانا ما رضيتش ازعله صاحبي. الراجل قال لي كلمه انا برضه ما رضيتش ازعله. راجل كويس، راجل محترم. ايسلندا. الامير اجابتك معرفش والله. اديني اجابه. فنلندا. نقول انت عارف انت العواصم اللي من 3 حروف كده، الحاجات هي مش من 3 حروف اصلا، من كام؟ طب من 6. من 6. عاصمه فنلندا فنلندا برضو ولا يا ايه؟ نهار ازرق، دي 6 فعلا. مسترد. لا دي على الثانيه البيتزا بتاعت بقى، على الكاتشب دي. لا البيتزا لا لا فاهم؟ مش طب دي. مسترد اصلا مش 6 حروف. ما اعرفش بقى، هو ايا يكن هو شكله جعان. عندك يلا اجابه ثالثه ولا اديني اجابتك يا امير. 5 حروف؟ ايه طب قولها، طب قولها. مسترد. ايه دي اصلا؟ جايبها منين؟ قصدك- انا مش هينفع قصدك- الكلام عشان ما تمينش. كمل زميلي. قصدك على امستردام. وانت كده ما لا عندكش اجابه؟ امستردام دي، امستردام دي في حته تانية اللي كان فيها همام. يا جدعان انا ما بقولش حاجه غلط. مش كان الفيلم همام في امستردام؟ حصل يا تنين. لما على كده، قبل احمد السقا على هناك. الضحك بتاعهم ده وعلى الكلام اللي هم بيعملوه ده وعلى اجابتك الصحيحه بتاعت همام، فانت تاخد نقطه، هتبقى 12. عشان هو كان عارف ان همام في امستردام. ايوه يا باشا، امال ايه؟ حبيبي يا استاذ مؤمن. العدل اساس الملك، امال انا هنا بعمل ايه؟ تعدل ما بين عندك اجابه؟ فنلندا. فنلندا. بيبو. هلسنكي. هلسنكي. اجابه صحيحه. اجابه صحيحه. بيبو يبقى 16. طب ليه قلت لي اقول له ايرلندا؟ طيب طالما انت عارف. والله العظيم قلت يعني انت قلت لي اصلا كده. بتوقعنا في بعض. ليه طب قلت لي قلت يعني حبيبي. غلط طيب. يعني في كده يعني وعلى ايه؟ والله ما قلت على حاجه. هلنسكي سامعين كل حاجه اهو، هم اللي هيحكموا. بجد يعني. هنرجع للفار، ولو لقيناك ان انت قلت هو فعلا قال له غلط، المفروض ديت ماينس قبل كده هو مش عليها. انت اللي قلت له؟ ما هو اللي قال لي، هو قال لي الاجابه ما الصحيحه. شفتوش هو بيقول لي. بالظبط. ومين انا رفعت راسي قدام الشاشه كده ايه شفتك. رفعت راسك كده؟ ايه ده؟ عشان تعرفوا ان انا ما قلتش حاجه. لا شفتك. امير تنقص نقطه. ليه؟ كده. عملت ايه يعني؟ ليه دي بقى بنقطتين يا صاحبي؟ المفروض تنقص نقطه خلاص، ما مش هينفع نتكلم تاني. كده الامير بقى 10 والتنين 11 وبيبو 12 انا صاحبي المفروض. انت مش بص زودت لي نقطه؟ بص هو انت بيتكلم. 12. ايوه بحسبك بتقول لي 11. لا 12، قلت 12. مش تعرف توقع ان انا انت فاهم. السؤال انسى. للامير. في اي سنه وقعت معركه اليرموك؟ ليه بقى؟ ليه طلعنا فوق شويه كده؟ 16 هجريا ولا ميلاديا؟ هجريا. 16 هجريا. نروح للتنين، اجابتك؟ معركه اليرموك 22. 22 هجريا. بيبو اجابتك؟ 29. 29. انا لا دو. الاجابه الصحيحه 15 هجريا، والامير بياخد نقطه، بيبقى 11، وبيبو بينقص نقطه، فانا قلت 13 صح؟ بيبقى 15. انت لا. انت قلت 16. انت قلت 16. السؤال اللي جاي للامير. سؤال في العلوم. ايه هو العضو المسؤول عن تنقية الدم في جسم الانسان؟ البلازما. لا ثانيه، العضو. انت كده اجابتك غلط خلاص. ماشي لا ليه؟ خلاص غلط. لا ما كنت هجاوب. سمعت باقي السؤال، ما كنت سمعت باقي السؤال. انا مالي، لا سمعت. كنت سمعت باقي السؤال. لا. انا قلت العضو في بداية السؤال، فانت اكيد سمعت السؤال. لا التنين اجابتك؟ طب اجابتك يا تنين؟ تعال اقول لك بس. الكلى. لا كده. الكبد. للاسف هاخد الاجابة الاولى. القلب يا صاحبي. القلب ده للاسف هاخد الاجابة الاولى يا تنين. الكلى. الكبده الكلى. للاسف هاخد الاجابة الاولى يا تنين اللي هي الكلى، والكلى اجابة صحيحة. انا قلت الكلى بس المشكله واحد بيبقى متردد بقى. لا ما تترددش، خليك حقيقي. واثق من اجابتك. السؤال اللي جاي كان هنا. هو كام كده؟
بص ما بتصحاش غير كده 11 ساكت خالص. الامير، 15 بيبو، والتنين 14. في معلومه مهمه قوي 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 هقولها لك. فاضل سؤالين على نهايه الحلقه، تمام؟ السؤال اللي جاي شعر محدش هيجاوبه، فيعتبر فاضل سؤال على نهايه الحلقه، تمام؟ نركز عشان النتيجه قريبه. السؤال الشعر للامير. مين الشاعر اللي اشتهر بلقب شاعر الخمر؟ محدش هيعرفه، شعر لان انا الخمر؟ دلوقتي لسه حالا اول مره اعرفه. كنا لسه قايلين بتاع لا 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 لا، بتاع الكاسين ده. ما هو راجل ذكر الخمر، شاعر الخمر بقى. هو ده بتاع ده خمر. ده 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 بقى يعني درينكز عايد الشعراء. لها ده بابا الشغلان. شعر الخمر. اديني اجابتك يا امير. كده كده مش هيجاوبوها، ما تقلقش. ما انا عارف يا صاحبي، عارف ان هو مش هيجاوبه. نقول لي طب ايه رايكم اقتراحات طب لاسامي اقسم الشعراء؟ بالله ما اعرف. حتى انا ما اعرفلوش يعني شعراء قريبين منه، فمثلا أصلاً. هقربها لكم، فكده كده ما حدش هياخد نقط. نقول المتنبي. دول المتنبي. انت والنبي قول احمد شوقي عشان هو ما يلاقيش حاجه يقولها. هو مش هيلاقي حاجه يقولها والله يعني. لا صاحبي هيساله في مش كذا لا واحد ما هو صاحبي. التنين اللي هجاوب الأول. جاوب أصلاً؟ التنين. شعر الخمر. هي الإجابة دي في أخ ليا كان قايلها لي قبل كده. والله مين طيب؟ قول لي مين الاخ اللي قالها لك الاول. لا صاحبي أنا أقول لك اسم الشاعر. قول لي طيب. جورج يا صاحبي. اللي بيشتغل في الجي امات بتوع المطارين بروز دول، فاهم؟ جورج وسام. شعر الخمر أكيد اسمه جورج. بيبو اجابتك طرب دي شداد. جدع على بيبو، قال واثق من اجابتك. الاجابه ابو نواس. ابو نواس ده ثواني، مش ده اللي كل شعره غزل مش عارف ايه يا عم انا مالي بقى بقى هو ابو نواس هو والله. ثقفوا بقى. ما اعرفوش قسما كل بالله. شعره قله ادب وحاجه سكر. يا عم الحمد لله. المفروض السؤال ده مع السؤال الاخير في الحلقه والنتيجه 11 الامير، بيبو 15، التنين 14. يعمل السؤال ده ب5 نقط. مش اصول. لا لا لا، مفيش حاجه اسمها لا. اصول. صح. لا يا صاحبي مش أصول. أنت عشان أنت فارق عننا فأنت عايز تطلع. بالظبط. جاوبته تجيبه. طب ما انت تحت يا صاحبي. أنا 14 أنا فارق بونس. السؤال بيقول، مروان. السؤال الاخير واللي هيحسم الحلقه بيقول، هبوظوا عليكم بقى. في اي سنه؟ السؤال ده ليا صح؟ مظبوط. ماشي. وبعد كده التنين، وبعد كده بيبو. في اي سنه سقطت بغداد في يد المغول؟ جاوب يا حلو منك. له ممكن نقول مثلا آه ممكن نقول 1300 مثلا. 1300 ميلاديا ولا هجريا؟ ميلاديا. ميلاديا الامير بيقول 1300. تنو. نروح للتنين. اجابتك هتنين. دينا اجابتك هتنين. 5 ثواني. ثواني يا مؤمن. ستوب ووتش بس 5 دقايق. اديني اجابتك. المغول ده صاحبي ايوه. كانت على ايام عمر بن الخطاب. لا وكانت على ايام الحسن والحسين بن الرسول في الفتره ديت. المغول ايه؟ والله ما بهزر. انت مش قلت المغول؟ المغول انا قلت المغول. حسن. التتار التتار. بتوع سيف الدين قطز، بيبرس. البنت بدار. بيجمع له باكج. هو بيعرفوا الحقبة التاريخية. يلا اديني اجابتك هتنين. انت قلت بيبو الامير قال 1300. اجابتك دلوقتي 1250. 1250 بيحكوا ميلادية. خلاص. مش حوار بيحكها يا عمرو. انت كده خلي بالك في الفاظ خارجه وفي كلام 1000 بيتقال مش ميلادية. هينفع. كم؟ 1000 ميلادية. 1000 ميلاديا. 1000 ميلاديا. الإجابة الصحيحة
هتلاقي 1000 ساعات ولا ايه؟ 1258 ميلاديا، والنقطة هتروح للتنين. اوه ثانية 1258. 1258، انت قلت اه 1300. النقطة بتروح قال للتنين لك فقد صدمة كبيرة. وبيبقى 15، وبيبو بينزل من 15 وبيبقى 14 لأنه أبعد واحد عن الإجابة. انا المفروض كده 16 يا مؤمن. لا أنت كده لا 14. صح تمام. اوف على الاسانسير. خلاص هو خسر خلاص. الحلقة بتنتهي بجد ب 13 الأمير، يا باشا انا 14 ماينس بيبو، ماليش علاقه بيها. التنين وانا 15. جاي نيروبي وهلسنكي واخسر جدعان. يا نهار اسود. شكرا. لازم تقول حاجة لجمهورك يا تنين، جمهورك مستني منك. ويا ريت النصيحة بتاعت كل حلقة. يا ريت. النصيحة بتاع كل حلقة، النصيحة دي بقى اوجهها للبنات. اما تيجي تحطي ميك اب ما تحطيش ميك اب ياما عشان ما تفكروش ان انت بتشطبي شقة. ده حاجة بسيطة كده على وشك، عشان الرجالة ما بتحبش البويا ولا الكلام دوت. صح يا استاذ بيبو؟ صح انت بتحب ايه طيب؟ ايه، انا بحب البت على طبيعتها كده، تبقى حلوة كده، لبسها محترم بحجاب، مش لازم تبقى طالقة شعرها كده. مش هشوفك انا حلوه اما انت تبقي طالقه شعرك ولا الكلام ده، انا عايز اشوفك اساسا. وان شاء الله نكونوا عند حسن ظن حضراتكم، وما تنسوش اللايك والفولو والسبسكرايب، وانتظرونا في الحلقه الجايه في برنامجكم اللي ان شاء الله اللي انتوا هتحبوه، عشان مش عارف انتوا لسه هتحبوه ولا لا، اللي هو طصه وشد. بس انت ما قلتلهمش على زر الجرس. فعلوا زر الجرس اللي هو تحت بتاع التنبيهات عشان تحت الفيديو على عشان طول، نشوف الفيديوهات الجديده كل ما والاشتراك هتلاقوا علامه حمراء كده مكتوب على الاشتراك، دوسوا عليه، مش تخسر حاجه اساسا. انت قاعد، ما انت قاعد بتتفرج على فيديو ساعه، مش هتخسر تكة زرار.